نريد أن تظهر الحقيقة كاملة واضحة، وأن تعلن للشعب المصري العبقري الذكي، وأن يقدم الخونة والمتورطون في أي جريمة من الجرائم، أن يقدم الجميع بعد الإعلان الصادق الشفاف الواضح للشعب كله، أن يقدم هؤلاء لمحاكمة عادلة بالعدل والحق بلا محسوبية أو مجاملة. أنا أقول هذه الخطة العملية الأولى الآن للخروج من الأزمة. ولماذا لم يحاسب المحرضون الخونة في وسائل الإعلام الخائنة التي تريد أن تحرق مصر بالكلية، وتريد أن تسقط مصر القامة والقيمة؟ أنا أرى المحرضين أخطر من الفاعلين. الفاعل كما رأيتم قد ترونه طفلا في 12، قد ترونه طفلا في 14، أو صبيا في 16. خرج وهو لا يدري وهو لا يفهم، خرج أو أخرج وأخذ 50 جنيها و100 جنيه ليحرق المجمع العلمي، أو ليحرق مجلس الشعب، أو ليحرق مجلس الوزراء، أو ليدمر سيارة خاصة أو سيارة عامة. لماذا؟ هذا المنفذ، هذا الصبي لا يعرف شيئا. أنا لا أنفي عنه التهمة والمسؤولية، لكنني أرجو ألا ننسى المحرضين، وألا ننسى الخونة الذين أتوا بهؤلاء الأطفال والصبية والفتيان وحرضوهم على الحرق وعلى الإساءة لمصر كلها على مرأى ومسمع من العالم كله. وخرج من يساوي ومن لا يساوي من الكفرة ليتكلم عن هذا الشعب العبقري الذكي. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن هذا الشعب سيترك مصر تسقط على أيدي الخونة. أبدا، والله لن نترك مصر تسقط أبدا. وكل وطني حر وكل مسلم غيور صادق لن يأذن لهؤلاء أن يسقطوا مصر، ولن يسمح لهؤلاء أن يحرقوا مصر وأن يدمروا مقدراتها ومقوماتها. ولقد اتفق أهل الكفر في الخارج وأهل الخيانة والباطل في الداخل على إسقاط مصر حتى تسقط الأمة الإسلامية كلها. فمصر هي القلب النابض الذي لو توقف وتعطل لترهل البدن كله. ومصر هي رأس القاطرة التي لو فصلت عن القاطرة كلها لتوقفت القاطرة في مكانها، لن تستطيع أن تخطو خطوة. فهؤلاء يريدون لمصر أن تسقط ليتمكنوا من إسقاط الأمة بأسرها. وأنا أعي كل لفظة أرددها. أنا ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنهم يخططون لتقسيم مصر إلى 4 دول. أنا ذكرت ذلك في خطبة قبل أن تغرق السفينة، وكانت في مدينة 10 من رمضان بعد أحداث بابة في اليوم التالي مباشرة. أنا ذكرت ذلك وقلت أنا لا أذيع سرا، خريطة مصر الجديدة مقدمة للكونجرس الأمريكي بتقسيم مصر إلى 4 دول. يريدون أن تقسم مصر إلى دولة رئيسية، إلى دولة مصر في الشمال، وإلى دولة أعلاها للسيناويين، وإلى دولة في الجنوب للنوبيين، وإلى دولة رابعة للأقباط. أنا لا أذيع سرا يا سادة،
ومنكم من شبابنا من تابع في الأيام الماضية أخطر كلام ذكر من أيام الثورة إلى يومنا هذا. أنا أعي ما أقول. سمعتم أخطر كلام من وجهة نظري. أخطر وثيقة أعلنت في مصر الأيام الماضية هي وثيقة مركز الدراسات الاشتراكية، أو إن شئت فقل مركز الشيوعيين في مصر، الذي صرح بكلمات واضحة على لسان سامح نجيب في كلمات واضحة، وقال: لابد من القضاء على الدولة وإسقاط الدولة لنقيم على أنقاضها دولة جديدة أخرى للشيوعية. ثم قال: لن نستطيع أن نسقط الدولة إلا بطعن القلب الصلب، وهو الجيش. قال: لابد من القضاء على الجيش وإحداث هذه الخلخلة، وأشار بيده هذه الخلخلة في قلب المؤسسة العسكرية. فهؤلاء كما ذكرت مرارا وذكرت ذلك لله يريدون أن يكسروا الجيش لإسقاط الدولة. أنا قلت الجيش لو كسر لضاعت الدولة، وأنا لازلت أقول، وقد ظهر المخطط بوضوح، والله لو كسر الجيش ولا زلت أقسم، أقسمت على عرفات ولا زلت أقسم، الجيش لا، لأن أخطر ما يخطط له الآن أن يجر الجيش إلى الأرض ليدخل في صراع مع شبابنا وأولادنا مع الشعب. فتنة من أخطر الفتن، أنا حذرت منها مرارا ولا زلت، وحذرت المجلس العسكري ونصحت له وبينت لهم وقلت: لا تتركوا الجيش أبدا ينجر إلى هذه الفتنة وليدخل في مواجهة مع الشعب، فهذه بداية محنة لا يعلم خطرها إلا الله. أسأل الله أن يعصم بلدنا وبلاد المسلمين من الفتن. الكلام واضح. أظن أن كثيرا منكم تابع هذا الفيديو ورآه في أكثر من قناة، ولا بد أن نكون على وعي. فأنا أطالب الآن أن يقدم الخونة من المحرضين والمنفذين والممولين الذين يريدون أن يسقطوا البلد وأن يدمروا مصر. أريد أن يقدم هؤلاء إلى المحاكمة. يا أخوانا، عاوزين حقيقة، عاوزين مصارحة، عاوزين صدق. أنا أخاطب المجلس العسكري وخاطبته وأخاطب الحكومة، نريد الحقيقة. الشعب في حيص بيص، الناس في حيرة، نصدق مين ونكذب مين؟ لن يطمئن الناس إلا بإعلان الحقيقة كاملة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جل.